الذي يغلظ العقوبة على من يحرم المرأة من الميراث، كما صدر قانون مضاعفة موارد صندوق تأمين الأسرة الذي سدد هذا العام النفقة ل 262 ألف سيدة مصرية مطلقة. وقد كانت المرأة في القلب من خطط وبرامج الحماية الاجتماعية، فجاء برنامج تكافل وكرامة الذي أتاح الدعم النقدي المشروط ل1.5 مليون امرأة مصرية، ليستفيد منه حتى الآن حوالي 6 مليون مواطن مصري. وقد تم صرف 6 مليار و200 مليون جنيه من بداية البرنامج في مارس 2015 إلى مارس 2017 في 5630 قرية مصرية، ده بالإضافة ل 950 ألف سيدة يحصلن على معاش الضمان الاجتماعي. كما تم تطوير مراكز استقبال المرأة المعنفة وتدريب العاملين بها، وتم إتاحة قروض متناهية في الصغر لزيادة دخل المرأة في 444 قرية من وزارة التضامن بقيمة 40 مليون جنيه هذا العام، استفاد منه 20 ألف امرأة مصرية. وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير الحضانات لتمكين مزيدا من النساء للانضمام لسوق العمل. كما أعاد السيد الرئيس تشكيل المجلس القومي للمرأة ليلعب دورا فاعلا ومؤثرا، كونه الآلية الوطنية التي تمثل مصر على الصعيدين المحلي والدولي، وليكون داعما لمؤسسات الدولة المختلفة في تمكين المرأة. وها هو رئيس الجمهورية يخصص عاما للمرأة، وكان قد أرسل الإشارة تلو الإشارة ليعرب عن تقديره في كل مناسبة للمرأة المصرية، فهو من زار ضحية التحرش وقدم لها الأزهار والاعتذار نيابة عنا جميعا، وهو من استقبل وأكرم سيسة السيدة التي عاشت متنكرة في زي الرجال 40 عاما هربا من تقاليد قاسية في الأقصر، وهو من كرم سيدة العربة منى بنت الإسكندرية إعلاء لقيمة العمل وقيمة الكفاح، وهو من أعلى من قيمة احتفال مصر بعيد الأم. فبعد أن كان يتم على مستوى كل محافظة وفي وزارة التضامن الاجتماعي مركزيا، صار احتفالا رئاسيا يشرف بحضور السيد الرئيس الذي يستقبل الأمهات للعام الثالث ويشد على أيديهن ويمنحهن وسام الكمال. وقد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام معايير جديدة تحتفي بالأسرة الصغيرة العدد وبالأم المرأة العاملة التي أكمل أولادها تعليمهم الجامعي. ويمثل احتفالنا اليوم تحية إعزاز واحترام وإكبار لكل أم مصرية، واعترافا بفضلها وقدرها على امتداد محافظات مصر. ويكرم الرئيس اليوم أما لذوي الإعاقة، وأما بديلة، وأما لشهيد من شهداء الشرطة، وأما لشهيد من شهداء قواتنا المسلحة. ونحن هنا بتكريم هذه الفئات نعبر عن شكر كل مصر